السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة معانا جولة حلوة قوي في شارع بولاق الجديد اللي على نصيته زكي السماك في وكالة البلح يوم الجمعة. تعالوا مع بعض كده نشوف اسعار الشارع ده، بغض النظر بقى عن اني انا بحب الشارع بولاق الجديد او بفضله ولا بفضل شارع تاني. تعالوا مع بعض كده نشوف اسعار الجولة بتاعتنا داخل شارع بولاق الجديد. اول حاجه هنبدا بيها هي الجواكت. قبل ما ابدا معاكم الجوله برضو حابه ان انا اعتذر لكم عن فتره الغياب دي، لكن اكيد كلنا بنمر بظروف وحاجات كده بتعطلنا شويه. لكن ان شاء الله باذن الله من الاسبوع الجاي هبدا ان انا انزل لكم جولات جديده جميله جدا جدا جدا. تمام كده. تعالوا بينا بقى نشوف. بصوا الجواكت الحلوه قوي دي ب 300 جنيه، ده في شارع بولاق الجديد. وعاوزه اعمل لكم مقارنه بسيطه كده بين الشارع ده وبين شارع اللي هو شارع 26 يوليو. تمام. انتوا عارفين اصلا ان انا يعني مش عاوزه اقول كده في الجوله دي، بس انتوا عارفين ان انا بفضل شارع 26 يوليو اكتر باسعاره بستايلاته بكل حاجه. تمام. بس احنا لازم نبقى عندنا كل الجولات او كل الشوارع وكل الحاجات اللي هي موجودة في الوكالة، نبقى عارفين كل حتة كده موجودة بتبقى في الوكالة عاملة ازاي، عشان اللي ينزل وكالة البلح على اي مكان ينزل على معلومات بقى. وزي ما انتوا شايفين كده الاسعار وكل ستايلات وكل حاجة بتبقى ظاهرة لكم في الجولة بتاعتنا. فهنا مثلا الجواكت اهي، شكل الجواكت، بس دي جواكت اطفالي وشبابي مش رجالي ولا حريمي، دي جواكت كده اطفالي لسه في الاول. دي بداية جولتنا. احنا ناحية معرض المسعود كده يا بنات شوية. تمام. ناحية هناك كده. هنا بناطيل اهي ب80 جنيه، شراويل وكده. تمام. هنا بقى في جواكت. بصوا بقى الستاند ده حلو قوي، في جواكت اطفالي ب75. بصوا القطعة جميلة ازاي، ما شاء الله، ما لقيتش فيها ديفو خالص. بصوا اهو، جميلة جدا جدا ما شاء الله. اهي شوية جواكت قمر كده ب75، ده بالنسبة للأطفالي. هنا بقى جواكت جلد كان نفس السعر، يعني الستاند ده عليه جواكت جلد وجواكت أطفالي، كان سعره موحد 75 جنيه. بصوا كده. طبعا احنا لما بنروح مش بنلاقي نفس الحاجة، بس انتوا بتبقوا عارفين ان المكان اسعاره عاملة ازاي، يعني اسعاره يعني بالنسبة للقطع اللي بتبقى موجودة على الاستندات والموديلات وحالتها، سواء الحاجة بتكون جديدة او يعني حالتها عاملة ازاي، زي ما احنا فاهمين وعارفين ان البلدي درجات، واتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا قبل كده. هنا الميني جيب كانت ب45، ستايلات كتير قوي. وهنا سويت شيرتات. تمام كده. تعالوا بقى بصوا البوكس ده. البوكس ده بقى فيه شوية حاجات مش معقولة. اللي عنده صبر بقى ويدور في البوكس ده وعنده صبر يعني هيلاقي حاجات ما شاء الله جميلة جدا وسعرها حلو قوي. يعني لو هتاخدوا منها حاجات بيتي هتلاقوا، حاجات خروج هتلاقوا. كان في اطفالي وكان في حريم، يعني قطعة هتلاقوها اطفالي وقطعة تانية حريم. انا ما صورتش كل البوكس، بس يعني حاولت ان انا اظهر لكم كام قطعة منه كده. بصوا القطعة زي دي مثلا قطن صافي، جميلة جدا ب25 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، حاجات في منتهى الجمال. هنا برضو القطعة دي بصوا عاملة ازاي، الخامة دي تقيلة وبتدفي جدا ب25 جنيه بس. شايفين يا بنات، ما فيهاش حاجة خالص. يعني انا ما ببقاش عارفة، يعني في قطع بتبقى فيها ديفوهات بس حاجات جميلة. يعني حتى في حاجات في البوكس هنا يا بنات كانت بالتيكت بتاعتها. هم حاطين ده قدام محل كده ب25. هتلاقوه في شارع بولاق الجديد اللي على نصيته زكي السماك زي ما اتفقنا. هنا 35. انا كنت هشوف لكم الستاند ده، بس بصراحة القطعة ديت ما فتحتش نفسي ان انا اصور، فمشيت بقى اشوف حاجة تانية. بصوا العباية دي، كنت هصور لكم الستاند ده بس لقيته بيقول لي كل قطعة يعني كل عباية وليها سعر، كل حاجة وليها سعر. فدي كانت ب250، فقلت لا انا ما بحبش اصلا، وانتوا عارفيني ما بحبش الستاند اللي يقول لي كل حاجة ليها سعر دي خالص. بحس ان هو عنوان للنصب كده، ما بحبش كده. هنا السعر كان 50 جنيه، في شوية حاجات كده حلوة قوي مناسبة للأطفال. هنا بقى سويت شيرتات جديدة، الحاجات دي بتبقى جديدة خالص بس هي مش ماركات، حاجات محلي ب150 جنيه.
في برضو وراها كده شوية جواكت ب200 جنيه، اللي هي البامب تقريبا اسباني، حاجات كده يعني رجالي، لبس رجالي اهو في الوكالة، او جواكت الرجالي بتبقى بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. ده نوع من انواع يعني الجواكت، مش كلها بتبقى نفس الشكل. هنا بقى بناطيل دي كلها جديدة، في الوان وفي ستايلات يعني اشكال مختلفة. مقاسات اطفال، دي مقاسات اطفال. في بقى مقاسات تانية، دي كان سعرها تقريبا 45، هنا بقى 70. دي المقاسات الكبيرة اللي هي حريمي ورجالي، تمشي كده وتمشي كده يعني. شراويل اهي، بصوا كل ده جديد يا بنات، كل الستاند ده جديد. فهتلاقوا السعر ده موجود، او الشكل ده موجود في شارع بولاق الجديد بالسعر ده، عشان انتوا ايه لو شفتوه في مكان تاني اعلى او اقل تبقوا عارفين انتوا هتجيبوا منين بالظبط. هنا بقى شوية جواكت كده اطفال، كانت ب75 جنيه. تمام، احنا يوم الجمعة يا بنات، ده تصوير من يوم الجمعة. هنا 250 جواكت، دي انا مش عارفة ستايلات كده معينة، مش عارفة نوع الستايل ده اسمه ايه، يعني اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. بس حلوة قوي ما شاء الله، شياكة يعني. هنا 85، كان في شوية كاردي على شوية بلوفرات على سويت شيرتات على حاجات زي كده اللي هي القط دي. في حاجات حلوة تستاهل 85 بصراحة، وفي حاجات لا على نفس الستاند. تمام، طبعا احنا عارفين يوم الجمعة المفروض ان الحاجة بتبقى فيه احلى من اي يوم تاني، كستايلات، كبالة لسه مفتوحة جديد، والكلام ده قلته لكم في فيديوهات كتير قوي. بس طبعا احنا بنعيد الكلام ده تاني علشان الناس الجداد اللي لأول مرة بيشوفوا جولة او اي يعني لبس في وكالة البلح، لأول مرة يشوفوا جولة في الوكالة، فيكون عارفين كل حاجة. تمام كده. فيوم الجمعة بيكون يوم بيحطوا فيه اللبس او البلات، بتبقى مفتوحة جديد لأول مرة. يوم الجمعة ويوم الاثنين، اليومين دول في الاسبوع بيبقى فيهم اللبس الاول مرة بيتعرض على الاستندات، وفي الاغلب يعني المتفق عليه في الوكالة كلها بيكون يوم الجمعة، لكن يوم الاثنين في ناس وناس. تمام كده. وبالنسبة لأقل سعر، فيوم الحد بيكون اقل سعر في الوكالة، بس بتبقى التصفيات للموجود والمعروض طول ايام الاسبوع. طبعا احنا عارفين الكلام ده وحفظناه، متابعين الجمال اللي بيتابعوا الجولات بتاعتي عارفين الكلام ده وحفظوه خلاص، وعارفين بيروحوا يوم ايه في الاسبوع. هنا بقى الجواكت دي كان سعرها 200 جنيه، جواكت حريمي. وزي ما شفنا كده بصراحة الستاند ده كان ما شاء الله تحفة جدا، تحفة جدا. هو ناحية معرض المسعود شوية كده يا بنات، بس قصاده من الناحية التانية. تمام، بصوا شايفين البلطو القمر شياكة ده او الجاكيت ده تحفة، كان 200 جنيه بس. كل الستاند ده كان سعره 200 جنيه، فبصراحة الستاند ده كان لقطة يعني. هنا بقى الجاكيت ده خفيف قوي، كان سعره 75، بس مش كل الستاند كان جواكت، كان فيه شوية جواكت وشوية سويتشيرتات وشوية حاجات كده اهو. 75 عليه مختلف الحاجات الأطفال. هنا بقى احنا بدأنا ندخل في جولة تانية اللي هي بتاعة شارع 26 يوليو. بس الستاند ده يعني ضامن كده، يعني يعتبر هو على ناصية زكي السماك وشارع بولاق الجديد، فعشان كده انا حطاه لكم في الأول. فهو ب100 جنيه الشنط ديت، أي قطعة ب100 جنيه كلها جديدة بالتيكت، كل الحاجات دي بتبقى جديده بالتيكت ب100 جنيه يوم الجمعه بس. عرض السعر بتاع ال100 جنيه على الشنط بيكون يوم الجمعه بس. هنا بقى ستاند ده ب150. طبعا اللي متابع شاف الجوله دي قبل كده، بس انا حابه اوريكم بس الجوله ديت يعني من بدايه الشنط كده، شفناها في جوله قبل كده في شارع 26 يوليو. انا بس حابه اوريكم كام ستاند كده تعرفوا الفرق بين الشارع ده والشارع بتاع بولاق الجديد. تمام كده، اللي هو على نصيته زكي السماك. الوكالة يا بنات كبيرة، وكل شارع وله اسعاره وله ستايلاته وكده. مش هنقول ستايلات يعني، بس حابين يعني نقول مثلا البلا هنا بتبقى احلى، هنا ستوكات، هنا بلات افضل، هنا درجتها اعلى كده يعني، زي ما احنا عارفين الكلام ده وشفناه في جولات كتير قبل كده. فلازم يبقى عندنا فكرة بكل الشوارع. وطبعا احنا صورنا في الوكالة ناحية الكورنيش قبل كده، لو حابين تشوفوها تلاقوها موجودة على القناة، وان شاء الله برضو هحاول اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وصورنا في مول ممشى مصر برضو في الوكالة، يعني صورنا في كل مكان. هنا بقى الحاجات دي رجالي، وممكن برضو تمشي بعضها حريمي، كان سعرها 130، وكانت
يعني كلها جديدة، بتبقى جديدة بس هي مش ماركات، هي شغل محل. هنا بقى سعر 50 جنيه جواكت. الجواكت دي كلها اطفالي. بصوا H&M اهي. دايما بقول لكم القطعة دي ما تجيبوهاش اعلى من 50 75 بالكتير قوي، اللي هي الفرو دي. يعني جواكت اطفالي حلوة مش وحشة خالص، بس الحاجات دي ما تجيبهاش بقى اعلى من 100 جنيه اللي هي ب75. نبقى عارفين الستايلات دي موجودة في شارع 26 يوليو. هنا بقى 125. بصوا فيها جواكت اطفالي برضو جميلة جدا، وفي حاجات برضو كبيرة، يعني اطفالي على حريمي. كان ستاند كده. بصوا فيه كمان. بصوا الجاكيت عامل ازاي ما شاء الله، عشان احنا بنشوف ناس عارضة جواكت الاطفالي ب200 وب150 وب250. لا هنا السعر حلو بالنسبة للجواكت، فحلو قوي وحالتها وان هي مبطنة وجميلة كده. تمام. هنا برضو القطعة دي كنت موريها لكم قبل كده، اللي هي هاي وسط تقريبا. كنت قايله لكم ان هي في الناس اللي بيسألوني على القطع الشبابي او اللبس الشبابي والبناتي، مش عاوزين اطفال، عاوزين سن اكبر شوية، فهتلاقوا طول ما انتم ماشيين دوروا على الاستندات هتلاقوا على طول ان شاء الله. يا بعض الوقت قليل قوي لما بيحطوا المقاس المحير على الستاند الاطفال، بس هو في الاغلب بيكون يعني كتير قوي على استندات الملابس الحريمي. هتلاقوه اكتر في استندات الحريم، الملابس الحريم. هنا 65 جنيه. بصوا القطعة عاملة ازاي، حلوة قوي، فرو جميلة جدا. واحنا بنبص على اول الاستند بنعرف الباقي بيكون عامل ازاي. تبقى اللي هي البداية كده بتبقى مبينة، يعني مبشرة كده لينا اذا كان الاستند هيعجبنا ولا لا. هنا برضو الاستند كان 75 اللي هو السويت شيرتات. هنا بقى كل الاستند ده نفس الستايل ده او نفس الخامة لكن ستايلات مختلفة، اللي هو الجينز ده الشميزات. في بقى قطعة كانت عجباني قوي وريتها لكم في فيديو فات، طبعا السعر 100 جنيه سعر موحد. بصوا القطعة دي جميلة جدا ما شاء الله، حلوة قوي. تمام. تعالوا نشوف ايه تاني موجود ونختم جولتنا. بس احنا يعني طبعا ما كملناش شارع 26 يوليو، بس انا حبيت ان انا اوريكم بس نبذة كده عن شارع 26 يوليو. لا حابين تشوفوا جولة كاملة عن شارع 26 يوليو بالاسعار وتكملوا الجولة دي، فهتلاقوا في صندوق الوصف. فين صندوق الوصف؟ اضغطوا على العنوان اللي تحت الفيديو هيفتح لكم كده صندوق الوصف، هتلاقوا بقى اللينكات وهتلاقوا كل حاجة. بتمنى يا رب فيديو النهاردة وجولة النهاردة تكون عجبتكم. بشكركم جدا، شكرا ليكم، وانتظروني في جولات جديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم.